بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. واش راكم أخواتي؟ إن شاء الله تكونوا كامل في أحسن الأحوال وبصحة جيدة. رجعت لكم بهذه الوصفة الخفيفة سباغيتي بطريقة مميزة. تجيب صلصة حمراء، صلصة تكون أو مرق يكون ثقيل أو خاثرة. اكتشفوا يعني معي هذه الوصفة، تابعوا الفيديو الأخير تشوفوا المكون السري اللي ضفته حتى تحصلوا على مرقة هكذا تجي خاثرة وتجي بزاف بنينة. أو نقدروا نقولوا هاد السباغيتي على طريقة المطاعم، تلبية لطلب مشتركة إن شاء الله، يعني كل بيت لك طلب تاعك حبيبتي. وأيضا هاد الصلصة تقدروا ترافقوها مع كامل المعجنات، يعني ماشي حتى فقط سباغيتي أو الأرز، تقدروا ترافقوها أيضا مع الأرز. شجعوني أخواتي بجيم وتعليق هكذا حتى نتشجع ونقدم لكم يعني جديد الوصفات والوصفات السهلة كما عودتكم وتجي بزاف بنينة. ننتقل لطريقة تحضير المقادير. بسم الله على بركة الله. أول حاجة شديت الطنجرة اللي حنطيب فيها، حطيت فيها 3 ملاعق أكل من الزيت، ضفت أطراف الدجاج. هنا تقدروا تحطوا فقط يعني طرف واحد تبنوا المرق، ولا تحطوا لحم مفروم ولا اللحم، لكم الاختيار. عندي هنا 4 فصوص من الثوم، راكم تشوفوا الحجم تاعهم، يعني ماشي صغار وماشي كبار بزاف. ربيتهم في رقيق. أيضا رايحة نربي حبة بصل متوسطة الحجم. رايحة نربي أيضا حبة طماطم. هنا تقدروا تحطوا حتى 2 حبات طماطم تاع الحب. هذا النوع من الصلصات يحب طماطم تاع الحب. اذا ما كانتش متوفره يعني تقدروا تحطوا فقط طماطم مصبره. انا ضفت الجزر، درت 3 حبات الجزر على حسب افراد العائله، تقدروا تحطوا فقط 2 ولا اكثر. قطعتهم بشكل هذا. التوابل حطيت فلفل احمر او العكري مع فلفل كحل. هنا تقدروا تضيفوا زعتر، انا نفضل نحضر المعجنات فقط بفلفل احمر وفلفل كحل، يعني لكم الاختيار، توابل كما تحبون. ضفت حوالي نصف ملعقة أكل من الملح على حسب الذوق. هنا الطماطم، دائما المعجنات صلصة المعجنات تحب طماطم، حطوا هكذاك ملعقة ونصف من الطماطم. هنا ضفت ملعقة صغيرة من السكر. هذه الملعقة الصغيرة من السكر راح تنحي لنا الحموضة تاع هذيك الطماطم اللي حطيناها. المكون يعني اللي نضيفه هنا كي نحب تجيني المرقة خاثرة تاع هكذا سباغيتي ولا المعجنات، نضيف حبة بطاطا. وملاحظة يعني تقدروا تضيفوا حتى 2 حبات بطاطا على حسب كيفاش حبيتوا تكون خضراء. وهذه الصلصة يعني هي صلصة مرق سباغيتي على الطريقة الإيطالية، تجي بزاف بنينة. هذه الوصفة يعني كنت نحضرها يعني منين بديت نطيب هكذا المعجنات. نحب بزاف هذه الطريقة اللي تحضير المعجنات، او نخلطوه في الاخير. انا هنا ما خلطتوش، رايحين تشوفوا. هنا كنت غليت سباغيتي. بعد ما غليته غسلته بالماء بارد. دائما انا المعجنات نغسلهم هكذا بعد ما يغلو، نقطرهم ونغسلهم بالماء بارد حتى ما يجيش معجن. هنا بعد ما خليت الدجاج وكامل المكونات تقلاو لفتره، خلطت هكذا. لازم نخلو الدجاج تاعنا يتقلى مليح مع البصل كامل حتى نحصلوا على صلصه بنينه. خلوه يعني يتقلى براحته. هنا عاودت خليته زاد يعني تقلى، وزدت ضفت شويه فقط تاع الماء حتى ما يتحرق ليش، وزدت خليته هكذاك حوالي 5 دقائق يزيد يطيب هكذا مع شويه تاع الماء. نخلطوه هكذا كما قلت لكم. ايضا اذا حبيتوا تحضروه بلحم مفروم يجي بزاف، تجي بزاف بنينه هذه الصلصه. هنا بعد ما تقلى تماما راح نضيف كميه المرق. هنا المرق نضيف حتى يتغطى لي الدجاج. وهنا أيضًا تقدروا تغلوا شوية زيتون مقطّع، تغلوه في الأخير تضيفوه يعني قبل ما يطيب المرق تمامًا، نضيفوه بعد ما نغلو هذاك الزيتون، أيضًا يجي بزاف هايل. راكم تشوفوا الكمية اللي حطيت من الماء. رايحة نغطيها نخليها حتى تطيب تمامًا. هنا بعد ما طابت البطاطا رايحة ننزعها نرحيها، يعني نتأكد أولًا أنها طابت بطبيعة الحال. نضيف لها شوية تاع المرق نرحيها. يعني استخدمت هنا الفرشيطة فقط، بما انه البطاطا طابت مليح راح ترحى لكم بالفرشيطة. هنا ضفت شوية فقط تاع الماء. كل وحده يعني كيفاش حبت تكون الصلصة تاعها، ثقيلة بزاف ولا شوية فقط، على حسب كيما حبيتي تحطي كمية البطاطا ولا الماء. ضفت البطاطا اللي كنت رحيتها. هنا نخلطهم نخليهم يزيدوا تغلية وتكون الصلصة تاعنا يعني وجدت وتجي بزاف بنينة وثقيلة.
إذا جربتوا هذه يعني الوصفة راح تعتمدوها بزاف، راح تعجب كامل أفراد الأسرة تاعك أكيد. حصلت على هذا المرق بالجزر يعني بزاف هايل. وهنا قدمت صحن التقديم تاعي، حطيت كمية من سباغيتي. وهنا أيضا في الآخر تقدروا يعني تخلطوا سباغيتي مع المرق وتخلوه يزيد يطيب معاه شوية، أو يعني تقدموه بشكل هذا، يعني تمرقوا سباغيتي تاعكم تخلوا المرق وحده. هنا كنت حطيت كمية من الجبن المبشور من الفوق ورشيت عليه شوية تاع نعناع. وأيضا هنا تقدروا تحطوا في المرق تاعكم، يعني في الأول كي تحطوا البصل والثوم تقدروا تقطعوا شوية معدنوس، يعني على حسب واش كان متوفر وعلى حسب كيفاش تحبوا. كما قلت لكم حتى التوابل أي وحدة يعني تضيف أي توابل مولفة تحطوا في معجنات، ولكن إذا حبيتوا تجربوها بهذه الطريقة كما شفتوا ما كثرش توابل تحصلوا على مرق بزاف بزاف بنين ومميز. إذا هذه هي الوصفة تاع اليوم اللي كانت عبارة عن سباغيتي بصلصة ثقيلة على طريقة المطاعم بالدجاج والجزر، جا بزاف هايل. شهيتكم كامل في الجنة حبيبتي. هكذا نكون لحقنا لآخر فيديو، نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، أحبكم في الله، وإلى اللقاء في وصفات وفيديوهات أخرى إن شاء الله.